بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح قطاع مميز جدا، قطاع ما شاء الله يعني عملاق خاص بالمساحات الكبيرة والمتوسطة، بس معظم شغله طبعا بيكون فيلل وشقق كبيرة، لأنه بيتميز بأحكام عالية الكفاءة، كمان بفينش ممتاز، سهولة حركة، سهولة استخدام، طبعا عمر افتراضي طويل جدا. القطاع اللي معانا النهارده قطاع M12000 من ألوميل. عرض القطاع هنا ده بالمناسبة يعني الحلق اللي احنا هنشرح عليه ده حلق ازاز وسلك، 2 مجرى ازاز ومجرة السلك. عرض الحلق 14 سنتي ونص. عرض الضلفة 9 سنتي. السمك بتاع القطاع يعني سمك ما شاء الله محترم جدا، 2 مللي و3 من 10. القطاع بيتميز بأحكام عالية الكفاءة، بيتميز بأنه بيشيل أوزان تقيلة جدا. طبعا هو مخصص للمساحات زي ما قلنا المساحات الكبيرة، يعني ما ينفعش إن أنا أستخدمه في فتحة مثلا متر ولا فتحة 2 متر، يعني مش أقل من فتحة 2 متر فيما فوق، 2 متر 3 متر 4 متر فيما فوق، عشان برضه التكلفة بتاعته تكون متوازنة مع القطاع يعني. الازاز اللي معانا برضو الازاز بتاع العينه، الازاز هنا دبل، 6 ازاز شفاف داخلي و6 خارجي، والفراغ الداخلي 9 مللي. كمان اللي بيميز القطاع هنا حته مميزه جدا، ان هو الضرفه، معظم القطاعات كلها الضرفه كتله واحده، اما هنا الضرفه جزء والباكيته بيركب الضلفه باكيته بتقفل الايه على الازاز. طيب الباكيته ديت ليها عاملين مميزين او مهمين، الا وهي ان الازاز لما يكون دبل فطبعا مع مساحه شباك او بلكونه او فتحه كبيره، فبالتالي الضرفه مع الازاز هيكون تقيله جدا، هيكون صعب نقلها وهتكون حاجه مجازفه شويه. فبالتالي ممكن القطاع الشباك او الباب او ايا كان يركب، وبعد كده الازاز يروح يركب بسهوله بدون ما افك الضرف والكلام ده كله، فبفك بس الايه الباكيته واركب الازاز. حتى فيما بعد ازاز اتكسر او حصل له اي مشاكل، فبالتالي ان انا برضو مش محتاج ان انا افك الضرفه على بعضها واخدها، لا انا هفك بس الايه الباكيته بس واركب الايه واركب الازاز. زائد ان هي الموضوع الباكيته مخصصه ان هي بتديني عصب للضلفه، بتديني قوه ومتانه للضلفه. تمام. القطاع برضو معانا بمجرى ستانلس، يعني قطاع اهو بمجرى ستانلس 3 مجرى، سواء كان السلك او الاثنين الازاز، الثلاثه كلهم تراك ستانلس. تراك زي ما ذكرنا قبل كده ان هو بيسهل الحركه، كمان بيمنع احتكاك العجله بالمجرى الاساسيه اللي هي الالومنيوم. فانا الاحتكاك بيكون عن طريق التراك، فيما بعد سنه، بعد 5، بعد 10، بعد 20 سنه، انا مش محتاج لو في حصل مشاكل في التراك، انا بغير بس عود التراك واسيب المجرى عندي زي ما هي، زي ما كانت بالظبط، ما فيش اي تجريح او اي خبطات او اي تقشيره في الدهانات، عكس القطاعات العاديه اللي هي بدون تراك ستانلس. فبعد فتره لو لاحظنا هنلاقي التراك من هنا او المجرى من هنا مع العجل ومع سهوله مع فتره استخدام العجله مع المجرى بيحصل احتكاك، فبتبدا العمليه ايه في الدهانات تقشر، ويبدا مشاكل تظهر في العجله وكمان في الالومنيوم. اما في التراك ما شاء الله يعني بيغنينا عن مشاكل كتيره جدا يعني، وكمان بيكون محكم، الضرفه بتكون محكمه، ما بتروحش لا يمين ولا شمال، بتكون ماشيه في اتجاه واحد وسلسه وما فيهاش اي مشاكل. باقي الحلق عشان خاطر مفرغ بيركب له كاوتش زي كده اهو، صداد بيركب في الحلق كله اهو، كاوتش برضو مستورد، حاجه محترمه. التقفيل ما شاء الله تقفيل ممتاز، تقفيل اهو ان شاء الله تقفيل ممتاز. كمان موضوع التفتيح المطر، بنحاول ان احنا نفتح تفتيح المطر. في ناس بتفتح من الداخل من هنا بحيث الميه تنزل من هنا تترسب جوه القطاع وبعد كده تطلع من تحت، لا انا بفضل ان انا افتح تفتيح المطر من فوق، من الوش ده من فوق، بحيث الميه ما تدخلش هنا داخل القطاع خالص، بتكون على وش وش القطاع.
ده افضل شيء من وجهة نظرنا عشان خاطر المية ما تدخلش جوه القطاع. طيب هيجي حد يقول لي طيب ما ممكن المية تدخل من التقفيل، من النسمات اللي هي الكلام ده كله. لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص عندنا بفضل الله. احنا هنتقفل شغل تقفيل ممتاز، وبنهتم بتقفيل الزوايا. غير كده كمان يعني هي دي حاجة هي مش متقفلة بمادة فيما بعد. لكن احنا بفضل الله بعد ما نخلص تجميع الحلق بنجيب مادة نفس اللون ونقفل بيها الزوايا، فبتكون كأنها لحام بالظبط، ما فيهاش اي تنسيمات او اي فراغات داخلية. عرض ارتفاع القطاع او ارتفاع المجرى من الارض 4 سنتي، 4 سنتي ونص، 4 سنتي ونص، يعني ارتفاعه مش كبير من الارض. فبالتالي لو معايا باب بلكونة او ايا كان، فبالتالي مش هيكون عالي عن الارض كتير. كمان لو العميل حابب ان احنا نفتح له الفتحة داخل السيراميك ونسقط القطاع بمستويات الارضية او السيراميك او ايا كان او الرخام، فده برضو متاح، بس بيكون لها شغل وتأسيس من البداية يعني. الظرف هنا برضو في القطاع يعني ما شاء الله عكس باقي القطاعات. الظرفة اهي محكمة على القطاع، مع ان هي مش من الطبيعي يعني مش راكب لها الفرش اللي هو مثلا مسلح او فرش مثلا كبير. لا لا لا، مش بتحتاج الفرش ده خالص، لان الضرفة بتكون محكمة على القطاع. يعني بيركب لها الفرش العادي اللي هو 7 مش عارف اقول ايه تاني، بس يعني ما شاء الله قطاع محترم جدا. احنا سبب ونفذناه في اكتر من شغلانه قبل كده. ولكن كنا شرحنا في فيديو سابق في شغلانه على الطبيعه في الاسكندريه، بس ما كانش فيها تفاصيل كافيه، وكان في اكتر من حد طلب مننا ان احنا ننزل فيديو شرح، او كان بيستفسر على القطاع ومميزاته وعيوبه والكلام ده كله. فبفضل الله هو قطاع ممتاز جدا، بس زي ما قلت لحضراتكم ان هو خاص بالمساحات المتوسطة والقطاعات والمساحات الكبيرة. طبعا احنا كل فترة ان شاء الله هننزل فيديوهات شرح لباقي القطاعات عندنا. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى برضو كل القطاعات عندنا، بداية من قطاع البيس الصغير والكبير والتانجو والجامبو وقطاعات الألوميل بأكملها السيستم كامل، سواء كان ال 14600 أو ال 9200 والكلام ده كله، والام 900 والام 940. قطاعات برضو الجامبو، قطاعات البي في سي اللي هي الكومبين وبولوين، قطاعات تركي. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كل القطاعات متوفرة عندنا، وإن شاء الله منتظرين برضو آرائكم. ولو حد حابب ان هو يستفسر عن قطاع معين، او ان احنا ننزل شرح عن خامة معينة او قطاع معين، يكتب لنا في الكومنتات، واحنا ان شاء الله هننزل فيديو شرح بإذن الله على القطاع اللي حضرتك بتستفسر عليه. شكرا.